فيينا بعد إدانته باغتصاب 11 قاصرا قد اعتقل في مورسيا وسيوضع بتصرف القضاء الإسباني. وكان وزير العدل والحريات قد أجرى اتصالا بنظيره الإسباني بخصوص إجراءات سحب العفو عن المسمى دانيال كالفا. بلاغ للوزراء أضاف أن الوزير الإسباني عبر عن الاستعداد الكامل للحكومة الإسبانية للتعاون مع الحكومة المغربية لتجسيد قرار سحب العفو الملكي عن المسمى دانيال كالفا، وذلك منعا لإفلاته من العقاب. واليوم بلاغ جديد للديوان الملكي ذكر فيه أن التحقيق الذي أمر به جلالة الملك في قضية المسمى دانيال كالفان قد حدد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون. التفاصيل في تقرير نادية اليوبي. بعدما اطلع جلالة الملك محمد السادس على الأخطاء التي طبعت مسطرة إطلاق سراح المسمى دانيال كالفان فيينا، أمر جلالته بفتح تحقيق معمق في هذا الموضوع، وكلف لجنة يترأسها وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقد قصد إجراء الأبحاث اللازمة في هذا الشأن لتحديد المسؤوليات والاختلالات التي أدت لإطلاق سراح المعني بالأمر. هذه التحقيقات كشفت عن وجود خلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث زودت المندوبية والديوان الملكي عن طريق الخطأ بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية. وبناء على ذلك أصدر جلالة الملك تعليماته قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. تبقى الإشارة أخيرا إلى أن جلالة الملك كان قد أصدر أوامره يوم أمس بسحب العفو الملكي الذي سبق واستفاد منه المدعو دانيال كالفان، في تأكيد قوي من جلالته التزامه الراسخ بحماية الطفولة وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون.